از جزء من نيو ايغودين على ألطف حضارة لمعت في سماء شمال افريقيا، والمصدر الرئيس للاعبين الكرة في مصر، واللي مديين طعم ولون كده للكرة المصرية، وفعلا بيخلونا نستمتع واحنا بنتفرج عليه. علي معلول وكريستو وسيفن جزيل واحمد القندوسي دمهم بيجري فيه كرات بيضاء وكرات دم حمراء وحرفنه وجدعانه وشهامه ورجول، يعني حاجات حلوه بقى. سنة 950 قبل الميلاد قدر ولاد عمنا الامازيغ انهم يقفلوا اللعب. ايوه يا جماعه فعلا الامازيغ ولاد عمنا، لان الحفريات اللي اكتشفوها في المغرب من حوالي 15,000 سنه اثبتت ان في بيننا وبين الامازيغ تطابق بنسبه 60% على الاقل، يعني ممكن يبقى اكتر من 60% كده. يعني عشان كده بقى الناس مثلا ممكن تفتكر ان هند صبري مصريه، وورده برده الجزائريه الناس ساعات بتفتكرها مصريه عادي، ومفيش اي جينات اجنبيه في الموضوع، يعني عشان الناس الظريفه اللي بتقعد تقول اصولهم فرنسيه وما ادري ايش وابصر ايش. لا يا جماعه ده شعب متاصل بجد، حكموا مصر 200 سنه على ايد ملك ششنق. وهنا بقى يحضرني سؤال، يا ريت يعني لو حد من اخواتنا الامازيغ يقول لنا الفورمه اللي عاملها الملك ششنق دي عاملها ازاي، هتجنن. مش معقول سلومه كان عندهم واي بروتين زمان مثلا. خلي بالكم يا جماعه هنا برضو في خلاف بيحصل بين اخوات المصريين وبين اخوات الامازيغ على اصول الملك ششنق. يعني هو مثلا امازيغي، جده امازيغي، بس مثلا يعني هو خلاص اختلط بدماء المصريين، وجده بقى اتجوز مصريه، وبعدين حفيده اتجوز وهكذا. يعني ناس بتقول ان هو خلاص يعني الجينات بتاعته دابت في جينات المصريين وبقى مصري. ولكن انا هنا احب اقول رايي المهم طبعا، واللي انتوا كلكم يعني بتهتموا بيه، ان انا شايفه ان هو عادي واحد، يعني سواء هو امازيغي او مصري، احنا كلنا شمال افارقه والحركه بركه. والحقيقه ان وصولهم لحكم مصر ما كانش نفس منطقهم زي منطق الهكسوس، يعني ما كانوش كده جايين عاملين فرده وبلطجه وهنحكم ودي بلدنا وبتاع. في الاول يعني في مجموعه من هناك مشيت وجت هنا قعدت في واحد سيوه بسبب تغيرات المناخ اللي هم ما قدروش ان هم يتاقلموا معاه، وبعدين خدوا من سيوه قاعده يعملوا بيها غارات على مصر، لحد ما ملك رمسيس الثاني جابهم كده وقعدوا قعده مصريين وقال لهم بصوا يا ولاد الحلال، انتوا دلوقتي البلد دي منكم وانتوا منها، واكلين من خيرها وشاربين من نيلها، كانوا بيشربوا من النيل ولا مياه جوفيه، يعني بالمعنى يعني مصر طبعا مصر يا جماعه، عشان هو طبعا كان الملك رمسيس طبعا احنا عارفين يعني ان كلام مصر ده دارج من زمان، حوار انت شربت من نيلها وكلت من قمحها والكلام ده. المهم يعني قال لهم فانتوا ايه، خلينا كده زيتنا في دقيقنا وابقوا مننا وعيالنا، وانضموا انتوا للجيش المصري، في المقابل يعني تدمجوا مع المصريين هتبقوا مننا. وفعلا زي ما مثلنا المصري بيقول ما محبه الا من بعد عداوه، وافقوا وانضموا للجيش المصري وشاركوا في حملات رمسيس الثاني وكمان اللي جم بعد. وبمرور الوقت وصلوا للحكم في عهد الملك ششنق الاول، وزي ما استلموا مصر زي الفل سلموها برضو للاسره المصريه اللي حكمت بعدهم زي الفل، يعني سلم لي نضيف سلمك نضيف. اهتموا بالمعابد المصريه ووسعوها اكتر، والشاهد على كده بوابه الملك ششنق الاول الموجوده في معبد الكرنك، والمذكور فيها انتصاراته على اعداء مصر من حدودنا الشرقيه، يعني اللي هم من بعد سينا وانت رايح. على الناحيه الثانيه وفي المكان الاصلي اللي كان عايش فيه الامازيغ، اللي هو بيمتد من بعد واحد سيوه وانت ماشي كده يعني لليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. موريتانيا دي غلبانه برضو، يعني برضو ناس غلابه قوي، بحسهم شبه العمانيين يا سلمى، يعني صوتهم هادي وشعب رايق وكده. يا ريت يا جماعه لو في حد موريتاني في الكومنتات يقول لنا اي حاجه كده، عشان انتوا ولاد عمنا برضو شمال افارقه، بس انا مش بلاقيكم. وكانوا عاملين حضاره عظيمه، وحطوا اسس الكتابه الامازيغيه واللي هي تعتبر من اقدم انظمه الكتابه يعني، وعملوها قبل الميلاد ب 3000 سنه تقريبا. يعني كل اللغات اللي هي اتعملت في الوقت ده انقرضت الا اللغه الامازيغيه، لحد دلوقتي لسه مكمله ولسه في ناس بتتكلمها. وبالمناسبه يا جماعه كلمه امازيغي معناها الانسان الحر النبيل، واللغه الامازيغيه يا جماعه ليها اكتر من لهجه، يعني مثلا سكان الارياف بيتكلموا باللهجه الزانيتيه، واللهجه المصموديه بيتكلم بها اهل سوس والاطلس الغربي، واللهجه الصنهاجيه بيتكلم بها الطوارق. والطوارق دول بقى يا جماعه روحي 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 روح، لان هم مجموعه من الناس عايشين في الصحراء الكبرى توزعين يعني على المغرب والجزائر، ولحد دلوقتي عايشين ومحافظين على الثقافه الامازيغيه الاصيله. يعني انت لو نزلت تقابل حد فيهم هيعيشوك الحاله اللي كانت موجوده هنا من اكتر من الاف السنين. انا بصراحه ما اعرفش بالظبط يعني عاداتهم وتقاليدهم ينفع يتكلموا مع نسوان ولا لا، بس يعني لو ينفع يا ريت يعني تقدموا لي دعوه اجي اقضي معاكم يومين بقى في الصحراء، عشان انا بحب بقى ان انا اقعد بقى يا جماعه. في برضه هنا في الفيوم ممكن تروحوا في الوقت اللي هو فيه بتبقى ظاهره بقى المجره والكلام ده للسماء، بحب انا بقى يا جماعه اعيش الاجواء دي. وطبعا اكيد انت عندكم شيف شاطر بيعمل اكل حلو بقى، وبتعملوا بقى المندي والاكل اللي هو معمول في الرمل ده، فيا ريت يعني لو انتوا تعزموني عندكم هناك كده على كام يوم اعيش الاجواء دي، يعني اكون شاكره جدا ليكم. ده بيبقوا كرمه جدا يسلموا عارف بقى لحمه وفراخ مع بعض. اتميز الامازيغ بخبره عاليه في مجال الطب، والدليل على كده جمجمه انسان اكتشفوها كان عايش في المغرب من اكتر من 15,000 سنه، وكان باين ان هو لسه عامل حالا عمليه جراحيه يعني تسببت في موته، بس عادي يعني هم بعدين طوروا الموضوع، بس ده يثبت ان هم من اكتر من 15,000 سنه بداوا في موضوع الطب. طبعا حد قرعن متهور هيجي يقول لي يا زوزه طب ما يعني ده راجل عايش من 15,000 سنه دلوقتي، ايه علاقتنا بيه دلوقتي؟ هقول لهم ابن البطار يعني الراجل ده اللي هو حط اسس الطب والصيدله ده يعني ايه يعني؟ ما هو امازيغي. ده طبعا غير التجاره وبناء المواني اللي هي دي بقى الحته بتاعتهم. الامازيغ هم اللي عملوا
بنوا اول سفينه صواري في التاريخ كله، وسبب في كده ان هم كان متوفر عندهم خشب الرز بشكل كبير جدا، فقرروا ان هم يستغلوه استغلال كويس، وده ساعدهم في زياده عدد الموانئ بتاعتهم على البحر المتوسط. وبنوا مدينه صفاقس اللي هي اساسا متسميه على اسم ملك يقال ان هو كان اسمه صفاقس، وجنبها مدينه قرطاج، واللي هي من كتر ازدهارها يعني وزياده عدد الناس فيها اضطروا ان هم يعملوا ثوره في المعمار، وعملوا بيوت مكونه من كذا دور يعني عشان تستوعب الزياده السكانيه اللي هي موجوده هناك. ومدينه لكسوس كمان اللي هي على سواحل موريتانيا، وشرشال وقسنطينه في الجزائر، وطنجه في المغرب. ولو فضلنا ان احنا نعرف اسماء المدن اللي عملوها الامازيغ مش هنخلص الفيديو ده. يا ريت يا جماعه في الكومنتات تقولوا لنا اذا كنتوا انتوا شايفين ان انا محتاجه اعمل جزء تاني عن الامازيغ، او في حاجه سقطت مني في الفيديو ده يعني ايه، وعرفوني بقى في الكومنتات بقى. وطبعا بسبب الخير المنتشر في اراضيهم كانوا دايما مطمع للغزاة. خلينا اقول لكم ان هم زمان يعني كانوا مصدر للحبوب، يعني زي روسيا دلوقتي. في البدايه اصطدموا مع اليونانيين، لكن اليونانيين ما عرفوش ياخدوا معاهم لا حق ولا باطل، ولا عرفوا ان هم يعملوا معاهم اي حاجه على الارض. عشان كده ما كانش فيه قدام اليونانيين حاجه غير ان هم يطلعوا على الامازيغ اشاعات. وصفوهم بكلمه بربر، ودي كلمه يونانيه معناها انسان همجي وبدائي. فطبعا الكراهيه والحقد يعملوا اكتر من كده طبعا. وبعدين انسان همجي ايه يا يونانيين يعني؟ ده انتوا وانتوا بتعملوا حضارتكم سنه 500 قبل الميلاد كان الامازيغ عدى على حضارتهم يعني يجي كده اكتر من 3000 سنه. ومش بس اليونانيين، كمان الروم طمعوا في ثرواتهم، لكن رد الامازيغ كان رد جامد قوي وقاسي عليهم، لان في عهد مملكه قرطاج قدر الامازيغ في عهد الملك حنعبل ان هم يوصلوا لقلب روما. لا روما لا، من روما دي قلبي جماعه بجد. اي حد هيروح روما هيتفاجئ بكميه اللطافه والود اللي بس مش هتكلم عن الحاجات اللي انا بعملها. يعني حنعبل وصل لقلب روما اللي هي قلب الامبراطوريه الرومانيه وقتها، وفضلوا لابدين فيها لمده 15 سنه تقريبا. ومن كتر خوفهم يعني من حنعبل وقتها، الرومانيين كان عندهم كلمه مشهوره كده، جمله يعني مشهوره، كانوا بيقولوا اهربوا عشان حنعبل على الابواب وهياخدنا زي ما قال الكتاب. الجو ده كان بيخوف قوي. ولما حصل هجوم مضاد يعني والامازيغ اتعرضوا للاحتلال الروماني، الموضوع وقتها كان قاصح عليهم برشا، وبالذات وهلبة بتاعت ليبيا برضو. يا ريت يا جماعه بقى يعني موريتانيا بقى ازاي بقى الكلمه مرادفه، عشان انا ما عرفتش اقولها من كتر ما انتوا هاديين بصراحه، انا مش عارفه لكم كلمه. والجزائر بيقولوها ايه برضو، يا ريت تقولنا في الكومنتات. المهم يعني كان قصح عليهم جامد جدا، لان هم واجهوا مقاومه شرسه من السكان الاصليين. وانتهت القصه دي بسقوط روما على ايد قبائل الوندال الالمانيه اللي ساعدوا الامازيغ سنه 455 ميلادي. الوندال بقى بعد ما ساعدوهم يعني قالوا للامازيغ بصوا بقى احنا عملنا معاكم الصح وساعدناكم، اسقطنا روما، اعملوا بقى انتوا معانا واجب كده وادونا حتت من اراضيكم. الامازيغ قالوا ماشي انتوا كنتوا جدعان معانا، فاحنا يعني هندخلكم معانا في حياتنا وتعالوا عيشوا معانا وعيشوا على ارضنا. الانسان كده بعد ما تمديله ايدك عايز ياكل دراعك. الامازيغ بقى لقوا ان الوندال بدأوا ان هم يعنصروا عليهم ويحتقروهم ويعاملوهم معامله مش كويسه. فالامازيغ يعني قالوا انتوا كده ايه، شكلكم مش بتوع اكل عيش، وشكلكم بتوع حوارات وهتتعبونا معاكم وطلعوا من ام البلد. وفعلا عملوا عليهم ثورات وطردوهم من بلد. في الوقت اللي كانت فيه الست مهمشه في كتير من البلاد يعني، بس بعد عن مصر طبعا. مصر طول عمرها الست واخده حقها، مش عارفه ايه اللي جرى لنا دلوقتي. في الوقت ده كانت الست الامازيغيه واخده حقها تالت ومتلت. كان تقسيم الورث عندهم النص بالنص بالظبط، والستات كانوا بياخدوا مناصب عاليه، وفي منهم اللي حكم الامازيغ نفسهم. عندهم مثلا الملكه دهيا، واللي احنا هنعمل عنها حلقه قريب يعني. يا ريت لو اخواتنا الامازيغ يعني اللي موجودين يدلوني في الكومنتات على مصادر، عشان انا حاولت ابحث عنها لقيت كلام كتير متضارب. فيا ريت تبعتوا لي تكتبوا لي في الكومنتات اهم المصادر اللي ممكن اتكلم فيها عن الملكه دهيا. دهيا اخذت لقب كاهنه الامازيغ، وفضلت حاكمه لمده 35 سنه. في فتره حكمها واجهت اقوى امبراطوريتين في الوقت ده، العرب والرومان، وكانت بتحارب الجبهتين في نفس الوقت. يعني دخل العرب عندهم وقالوا لها احنا جايين هنا ننشر الدين الاسلامي، فهي بكل حب وتسامح قالت لهم شكرا لكم على دعوتكم لينا يعني، واحنا فعلا هنقرا في الاسلام وفي القران الكريم، ولكن انتوا كاشخاص وكعرب انتوا مش مرحب بكم في بلدنا لان دي ارضنا، ممكن تتفضلوا تمشوا. فهم قالوا لها لا الحقيقه احنا مش جايين ننشر الاسلام بس، يعني احنا عايزين نحكم البلد دي وتبقى من ضمن اراضينا. فدخلت في مواجهه معاهم. على الناحيه الثانيه في نفس الوقت دخلت في مواجهه مع الروم، واللي بعدين بعد ما خدت من الروم بلادها وحررت بلادها تاني، شوف بقى يا جماعه بقى دماغها دي دهيا بجد. قالت بصوا بقى عليا وعلى اعدائي، طالما العرب كده هيدخلوا هيقعدوا في بلد وهيحتلونا، انا هدمر المدن اللي انا حررتها من الرومان دي علشان لنا ولا غيري نستفيد بيها. دي دماغها ايه؟ الدماغ دي دماغ مجرم بصحيح. وطبعا امبراطوريه الرومان والعرب في الوقت ده في بقى ست مجنونه بقى هنا، بتعمل مشاكل وبتحرق وبتدمر وبتعمل. فهم سابوا الامازيغ في حالهم لحد بعد وفاه الملكه دهيا، وبعدين رجعوا تاني يتخانقوا على الارض. في مجال الادب بقى خلينا اقول لكم ان الامازيغ هم اول من كتبوا روايات في التاريخ، واول روايه طلعت من عندهم كانت روايه الحمار الذهبي، كتبها الاديب لوكيوس ابولوس، وده اتولد في الجزائر سنه 125 ميلاديه. وفي الدين الامازيغ عملوا ثوره دينيه، كان عندهم كذا اله
اله زي مثلا الالهه لميا وهي كانت الهه الرعب، واوغر زير واللي كان اله الحرب والرعب، واللي سرقوه منهم اليونانيين وسموه زيروس. عشان كده نقدر نقول ان الحضاره الامازيغيه هي الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. ما ننساش ان القسيس اريوس واللي عاش في الاسكندريه هو اصله امازيغي، والراجل ده يعتبر هو محور الدين المسيحي في عهد الرومان. وبسبب وجهه نظره عن طبيعه المسيح والجدل اللي عمله وقتها اتعمل مجمع نيقيا سنه 325 ميلاديه، وكان اريوس هو رئيس المجمع. عشان كده بقول لكم ان الامازيغيين يعتبروا قفلوا اللعبه. الامازيغ بدل ما يعملوا التاريخ في بدايه حضارتهم عملوه سنه 950 قبل الميلاد بعد ما حققوا كل العظمه دي. الامازيغ بيحتفلوا بالتقويم بتاعهم يوم 14 من كل سنه، بس الحقيقه ان هو فيها اقاويل كتير عن سبب اختيار اليوم ده تحديدا يعني، واحنا عملنا بحث كتير ومعرفناش، فيا ريت يعني لو اي حد من اخوات الامازيغ برضو في الكومنتات يعرفونا ايه السبب الحقيقي للاختيار اليوم ده تحديدا للاحتفال. في نهايه الحلقه احب اقول لكل اخواتي الامازيغ يعني كل سنه وانتم طيبين، وانا النهارده لابسه اكسسوار مصري علشان ما عنديش اكسسوار امازيغي. يا ريت يعني لو الناس من فانزاتي ويحبوني اي هديه كده اكسسوار امازيغي عشان لما اجي اعمل مثلا ايه الجزء الثاني من حلقه الامازيغ ابقى لابساها يعني. كل سنه وانتم طيبين، كل الحب. نحبكم هلبة بزاف برشا، واثنين التانيين اللي انا سالتكم عنهم يا ريت في الكومنتات تقولوها لنا يعني، اللي هم موريتانيا والجزائر.